كل يوم بنشوف تصرفات من ولادنا بتخلينا نسأل نفسنا، هو ليه بيعمل كده؟ بيضرب ويزعق ويعاند ويكتب. نقعد نفكر في حل السلوك وننسى نسأل السؤال الأهم، هو اتعلم ده منين؟ في رحلة التربية كتير مننا بيفتكر ان الطفل بيتصرف من نفسه، لكن الحقيقة ان الطفل صفحة بيضاء، واحنا اللي بنكتب عليها بكلامنا وبتصرفاتنا بطريقتنا معاه. في الحلقة دي هنتكلم عن الحقيقة اللي بنخاف نواجهها. مش دايما الطفل هو المشكلة، ساعات بيكون احنا اللي زرعنا السلوك ده من غير ما نحس. اول حاجة هتكلم عليها ان ابنك بيتعلم بعينه، يعني ان اكبر وسيلة تربية هي القدوة. يعني ابنك مش بياخد سلوكك على انه مثال، ده بياخده على انه الطبيعي. يعني لو شافك بتزعقي انتي وباباه هيشوف ان الصوت العالي ده العادي، ولو شافك بتختاري حد هيفتكر ان الكلام عن الناس مش غلط. مثلا لو ضربتيه علشان بيضرب، هو مش هيفهم ان الضرب غلط، هو هيفهم ان الكبير من حقه يضرب لما يتضايق. تاني حاجة ان الطفل بيقلد طريقة تعاملنا معاه. لو كل مرة يغلط هتزعقيله، هو هيتعلم ان الغلط بيترد عليه بالعنف. لكن لو قلتيله اللي عملته ده غلط وتعالى نصلحه سوا، هيتعلم المسؤولية بدل الخوف. السؤال المهم بقى، لما ابنك بيغلط انت بتردي عليه كأنه طفل بيتعلم ولا كأنه عدو لازم يتقدم؟ الفرق ما بين الاتنين هو اللي هيحدد سلوك ابنك على المدى البعيد. الحاجة التالتة ان ساعات بنغذي السلوك السيء من غير ما نحس. ازاي؟ لما يعيط علشان ياخد حاجة ونديها له علشان يسكت، بنعلمه ان العياط هي الوسيلة الوحيدة اللي هو ياخد بيها اللي هو عايزه. لما يعمل مشهد في السوبر ماركت ونديله اللي هو عايزه علشان الناس متبصش، بنعلمه ان التمثيل بيكسب، هو مش بيتلاعب، هو بيتعلم مننا ان دي الطريقة اللي هتنجح. رابع حاجة هنتكلم عليها ان الطفل بيشوف نفسه بعينك. يعني ايه؟ يعني كل كلمة بتقوليها بتترجم جواه على شكل صورة ذاتية. يعني لو كل يوم هتقوليله انت فوضوي، انت كسلان، انت دايما بتغلط، هيصدق وهيتصرف على اساسه. يعني لو كل يوم قلتيله انا عارفة انك تقدر ترتب بس محتاج شوية مساعدة، او انا واثقة انك هتتعود على النظام، بتديله صورة ايجابية عن نفسه، وده بيخليه يحاول يثبتلك صحة كلامك. خامس حاجة هنتكلم عليها ان الضغط الزايد بيخلق طفل متوتر. يعني لما الطفل يعيش في بيت كله اوامر وانتقادات، بتكون جواه شعور دايما ان هو مش كفاية، فاما يعند او ينهار او يتظاهر بالقوة وهو من جواه خايف. اسألي نفسك، هل البيت فيه حب ولا بس توجيهات وتقييمات؟ الجو العام هو اللي بيصنع سلوك الطفل، مش التوجيه اللحظي. سادس حاجة أنا عايزاكي تخلي بالك من تصرفاتك. كل تصرف مننا بيطبع الطفل بطبع معين. يعني لو كل مرة بيغلط قلتيله أنا مش بحبك كده، هتربطي الحب بالسلوك، وهو هيبدأ يخبي ويكذب علشان يحتفظ بحبك. لكن لو قلتيله أنا بحبك دايما حتى لو أنا زعلانة منك علشان كذا كذا، ده بيخليه يحس بالأمان ويصلح من نفسه من جواه، مش خوفا منك، لأ، علشان هو بيحبك. آخر حاجة واللي هي سابع حاجة، الطفل محتاج أصلحه مش أكسره. الفرق ما بين أم بتربي وأم بتهد، إن الأولى بتشوف الغلط فرصة للتعليم، والتانية بتشوف التهديد لازم توقفه بأي شكل. وخليكي دايما الأولى، كل موقف صعب هو فرصة لتعليم ابنك حاجة جديدة. وعايزة أقولك حاجة مهمة، قبل ما تقولي ابن صعب اسألي نفسك، هو أنا بتعامل معاه بحب وفهم ولا بزعيق وعصبية؟ قبل ما تقولي ابن بيغلط كل يوم، اسألي هو اتعلم من مين؟ الأم اللي تقف قدام نفسها وتبدأ تصلح هي اللي بتغير ابنها، مش بالكلام لكن بالفعل. لأن النهاردة كل يوم اختاري تتكلمي أحسن، تسمعي أكتر وتحتوي بدل ما تكسري، وساعتها هتشوفي ابنك زي ما بتتمني.